يا جماعه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. مبدئيا انا اكتشفت ان انا ممكن اطلع اصور لكم من غير ما اكون حاطه ميك اب، من غير ما اكون لابسه ومتشيكه ومتهشتكه. واضح ان ده معايا. انا يعني لسه صاحيه وخير ان شاء الله، انه خير، هو اكيد خير. معلش استحملوني الفيديو ده لان ده معايا. مبدئيا مش عايزه اي حد يزعل ان هو ما كسبش. انا عارفه ان في بنات كتير كتبت كومنتات كتير، بس برضو يعني في واحده هي اللي كتبت الاكتر. هي المنافسه كانت بين جنى واميره ونادين، فاللي كسبت فيكو هي جنى. لان بس والله العظيم يا جماعه، والله احنا قعدنا انا واحمد كتبنا جنى نادين وكانت في بنت اسمها اميره، وكنت انزل ونعلم لحد ما فعلا جانا هي اكتر بنت كتبت كومنت. وبصراحه حاسه برضو ان الموضوع كان ضغط قوي عليا وعليكم انتوا كمان. احنا قعدنا كتير جدا عقبال ما شفنا دي كتبت كام ودي كتبت كام، فمش عايزه حد يزعل، وان شاء الله يكون ليكم حظ المره الجايه باذن الله. وان شاء الله هعلن عن المسابقه الجديده باذن الله الفيديو الجاي، تمام؟ فالف مبروك لجنى. انا كده يا جماعه اتواصلت مع البنت وخدت عنوانها، بس طبعا البريد بيكون اجازه جمعه وسبت، فان شاء الله هكلمهم يوم الاحد ويجوا يستلموا، وان شاء الله الحاجه توصل لها على طول. وبس كده. مش عايزه اي حد يزعل بالله عليكم او تفكروا ان انتوا اتظلمتوا. والله العظيم احنا اخترنا بكل دقه وعنايه، فبجد احنا والله ما ظلمناش حد. المهم يا جماعه، طبعا اللي متابعني من زمان قوي على القناه التانية، اللي مش عارف انا عندي قناه تانية فيها 20,000، دي بعمل فيها روتينات، فلوجات، تحديات، تجارب، حاجات زي كده. دي قناتي من 2 ودي اول قناه انا عملتها. اللي مش عامل لي فيها اشتراك يروح يشترك، وكمان ما تنسوش تعملوا لي اشتراك هنا. والفيديو ده يا جماعه بجد الفيديو ده اولا عشوائي جدا، انا هتكلم عن حاجات حصلت لي في حياتي، فالفيديو ده مش هيكون نصايح، بس اكيد هيكون فيه اي حاجه. يعني عايزه اعلمكم حاجه، ان انتوا يعني عموما لما تكونوا بتسمعوا حد او بتتفرجوا على اي حاجه، حاولوا ان انتوا تستفيدوا منه في اي حاجه بقى. يعني انا ما بحبش مثلا اشوف اي مسلسل من غير ما اكون في عبره، في موعظه، في اي حاجه ان هي تفيدني او تفهمين قصدي. المهم طبعا اجنور ده، انا والله بصوا جايبه عشان اشيله، بس هي دليده رميته في الارض. طبعا دليده قاعده تحت الستاند على طول عماله تاكل في الميك اب وكده، فمعلش حقكم عليا. المهم يا جماعه، انا النهارده بقى بعد كده الستاند شويه جايه احكي لكم. ودي البطانيه عادي بقى، احنا اهل. جايه احكي لكم، تمام؟ اللي زي ما قلت لكم، اللي متابعني على القناه التانية عارف ان انا بكره اشتغل، ما بحبش انزل شغل خالص. وده مش معناه ان انا ما اشتغلتش، لا انا اشتغلت عادي واشتغلت كتير، بس كان يعتبر كل الشغل كان في مجال واحد. فانا جاي احكي لكم انا ليه بكره اشتغل، وايه اشتغلت وانا عندي كام سنه، واشتغلت ايه، وايه اللي حصل لي في الشغل، المواقف اللي حصلت لي اللي خلتني اكره الشغل، وان انا عندي استعداد اقعد طول عمري اغسل واطبخ وامسح وانضف واغير بامبرز وارضع واعمل كل الحاجات دي، ولا اني انزل اشتغل اللي هو ايه، مثلا تحت حد او اشتغل عند حد، او فاهمين قصدي، او ان حد يتحكم فيا. لكن لو هشتغل ابقى انا صاحبه الشغل او انا اللي متحكمه، اوكي هشتغل، هنزل من البيت اشتغل. غير كده مستحيل، بجد مستحيل. المهم ان انا معايا هنا نسكافيه اصلا، وانا اصلا عندي تصوير لحاجات تانية، فهجهز معاكم واحكي لكم كل الحاجات اللي عندي، وبعد كده بقى ايه، اقفل الفيديو واروح اشوف انا ورايا ايه. المهم ده الكونسيلر بتاع ساندرا. فاكرين يا جماعه قلت لكم ان انا نسيته عند ماما لما كنت عند ماما اخر مره في القناه التانية؟ كان يا جماعه كانت دريده رميه تحت الفرن، بالصدفه لقيتها بتبص تحت الفرن، وعماله اقول لها انت بتبصي على ايه، انا هجيبهولك انا هجيبهولك، ببص لقيتها بتبص على ده، فاتاريها كانت رميه تحت الفرن. انت بتعيطي ليه؟ اوكي يا جماعه، دليده باباها اخدها. المهم خلينا بقى نبدا من الاول خالص عشان تبقوا عارفين وانا بحكي، يعني تبقوا فاهمين القصه. اول حاجه عشان مثلا ايه، ممكن من الحاجات اللي انا احكيها ممكن حد يجي يقول لي طب انتي مثلا ليه اهلك مش بيصرفوا عليكي، او ليه باباكي ما كانش بيصرف عليكي؟
بص، اول حاجه انا بابايا الله يرحمه كان شغال سواق نقل تقيل. عارفين انتوا عربيات النقل الكبيره قوي دي، اللي هي بتنقل حاجات، اللي هي العربيات النقل الكبيره او التريلات، الحاجات دي. بابا كان شغال سواق ايه على عربيه زي كده، تمام. وكان شغل حر، يعني ما كانش تبع شركه ولا حاجه، لا كان مثلا ممكن يشتغل يوم، ممكن يقعد 10، فاهمين؟ فما كانش موظف، ما كانش دخله ثابت، لا على حسب مثلا هو مثلا طلع كام مره او كده. ده كان شغل بابا، تمام. عاوزاكوا بقى تدعوا له بالرحمه، وكمان تقولوا له الفاتحه. المهم، بصوا انا هعمل ميك اب خفيف قوي كده معاكم عشان ايه افوق، عشان انا عندي تصوير لحاجات تانية. المهم، طيب انا كان ليا، بصوا انا دايما كنت اقول لبابا، فكان المهم يعني ان شغل بابا ده كان ما شاء الله كان كويس جدا، كان معيشنا كويس وكنا بنصرف كويس، وكنت باخد فلوس كتير قوي قوي قوي. وانا قلت لكم الموضوع ده قبل كده، ان انا بجد كنت باخد مصروف كتير، ودايما كنت باخد فلوس، ودايما كان بيبقى معايا فلوس كتير جدا. كنت بقى بصرفها بقى في الدروس، في المدرسه، في الاكل، في الشرب، بجيب حاجات، بشتري لبس، بشتري ميك اب، بشتري حاجات اللي هي زي كده يعني. المهم، ف دايما انا دايما كان نفسي اشتغل، دايما كان نفسي اشتغل، وكنت دايما اقول لبابا نفسي اشتغل. كان رده الوحيد عليا لما يحصل لي حاجه وما تلاقيش حد يصرف عليك، يبقى اشتغلي واصرفي على نفسك. بابا كان رافض الموضوع ده تماما. عارفين انتوا الابهات بتوع زمان، اللي هو لما اموت تبقي اشتغلي واصرفي، وانا حرمك من حاجه. ودي حقيقه، عمره ما حرمنا من حاجه، عمري ما طلبت منه حاجه، وكان معاه وقال لي لا. بابا ما كانش بخيل خالص، بالعكس كان بيصرف، وكان زي ما بيقولوا كده اللي في جيبه مش ليه. المهم، ف طبعا في الفتره، انا والدي متوفي بقاله 2 وكام شهر، هو توفى قبل فرحي على طول. ف هو بقى قبل ما يتوفى بحوالي 3 سنين كان هو بقى كان مريض كلى، فتعب، فبدا ان هو ايه يشتغل فتره قليله قوي، وكان معظم الوقت كان قاعد. اخر 2 بقى قعد من الشغل تماما، ما كانش قادر ان هو يشتغل. المهم، انا بقى جيت كان عندي 18 سنه، تمام. كانت ليا واحده صاحبتي كانت شغاله في مكتب بتاع هم كانوا بيقولوا له باشمهندس. هو انا اقول لكم المكتب، انا ما اعرفش هو ده مكتب ايه اصلا لحد دلوقتي، بس انا اقول لكم هو ايه كان الشغل فيه عباره عن ايه، وانتوا بقى فهموا هو كان شغل ايه. بصوا يا جماعه، هو كان مكتب، انا مش عارفه هو مهندس ولا مقاول ولا ايه بالظبط، بس المهم ان هو كان مثلا ايه يمسك مثلا شقه يشطف فيها كل حاجه، تمام. يمسك مثلا موقع يشطف فيه كل حاجه. هو كان كده، كان عنده بقى عينات مثلا من كل حاجه في الحياه، كل حاجه ممكن تحتاجيها في بيتك عينات. اعتقد ان هو كان مهندس، كان اسمه باشمهندس كذا كذا، ايوه هو كان باشمهندس فعلا. المهم، الكلام ده كان عندي 18 سنه، فانا اصلا مش فاكره. المهم ان انا كنت بشتغل ايه هناك، كنت قاعده على مكتب بشتغل، كنت زي سكرتيره يعني، اكسل والوورد. كنت مثلا برد على تليفونات. المهم يا جماعه، هو بصراحه كان بني ادم كويس، وكان محترم جدا، وكان الشغل معاه كويس. هو كان متجوز ومخلف. المهم، كنت انا بروح الساعه كام، المهم يعني ان صاحبتي دي كانت شغاله هناك، فقالت لي ان هي هتسيب الشغل وتعالي نروح اشتغلت بدلها وكده. وبالعافيه بقى اقنعت بابا لما رحت واشتغلت. والشغل كان جنب البيت على طول، كان في الشارع اللي ورانا حرفيا. المهم، رحت بقى واشتغلت. كنت باخد 600 جنيه، كان مرتبي 600 جنيه. كنت بشتغل تقريبا من الساعه 12 لحد الساعه 9 بالليل، اعتقد مش فاكره قوي بصراحه، بس هو كان من 12 او من 2 لحد الساعه 9، مش فاكره. المهم كانوا 8 ساعات يعني. فبصراحه كان الشغل مريح جدا، كان الشغل تحفه. كنت اصلا طول الوقت قاعده على قدام الكمبيوتر. كان في بقى نت هناك، لا ما كانش في نت هناك، ما كانش في نت. كنت قاعده قدام الكمبيوتر، وانا بقى كنت مسؤوله عن المكان كله، يعني كنت بنضفه. عارفين انتوا، كنت مسؤوله عن كل حاجه بصراحه. كنت بنضفه، كنت مثلا لو مثلا طلب مني حاجه قهوه او كده كنت بعمل له عادي. وزي ما قلت لكم ان انا كنت باخد 600 جنيه، ودي كانت اول مره في حياتي اشتغل. والشغل بصراحه كان حلو، وكان جنب البيت. كنت ممكن مثلا اقفل شويه لو جعت اروح اتغدى، ما هو جنب البيت بقى. المهم يا جماعه، ان انا بصراحه يعني مش عايزه اتكلم في الموضوع ده او ادخل في تفاصيل كتير، لانه انا عارفه ان في ناس هتتفرج عليا ممكن تكون عارفه الشخص ده او كده. مش عارفه بصراحه احكي ولا لا. المهم يا جماعه، انه هو بدأ بقى يعني يتعامل باسلوب اللي هو ايه، انا اكني مش موظفه عنده، لا انا اكني خدامه عنده. بمعنى انه مثلا كان ممكن ينزلني من المكتب اشتري له حاجات، وده مش شغلي، يعني مش شغلي ان انا انزل اجيب لك حاجات، لا دي. وانا كنت طيبه قوي بقى، وكنت بقول له حاضر وكده. وصلت كمان يا جماعه ان هو خلاني بجد بجد اجيب حاجات لبيته واديها له البيت. كان يعني هو كان عند المدام، فاهمين قصدي؟
كان بيته فين؟ كان بيته في نفس الشارع اللي فيه المكتب. فانا انه كنت برن الجرس واطلع اديها الحاجه وانزل. بجد انا مش عارفه ازاي كنت بعمل كده. المهم بس انا يا جماعه بجد كنت جبانه قوي، وكنت اول مره بقى اشتغل وخايفه ان هو مثلا لا يمشيني، والشغل كان عاجبني بصراحه لانه كان جنب البيت وكنت باخد فلوس برضو. فبالنسبه لي مع انه المبلغ ما كانش قوي كده يعني، بس انه كنت برضو ان انا معايا فلوس. المهم كمان بدا ان هو يبعتني مشاوير، المفروض ان هو كان قال لي المشاوير دي بره المرتب، انه مثلا كان بيبعتني الدقي ادفع له قسط العربيه في البنك، كان بيبعتني مثلا الضرايب ادفع له ضرايب، اعمل له ورق، حاجات زي كده يعني. المهم تخيلوا يا جماعه ان انا مثلا كنت بركب مواصلات اللي هو مترو، واركب عربيه كمان وعربيه كمان عشان مثلا اروح البنك، وفي الاخر يجي يحاسبني على المشوار مثلا. انا بجد مش فاكره عشان مش عايزه اظلمه، بس انا اللي متاكده وقتها ان كان المبلغ قليل قوي، يمكن 10 جنيه او 15 جنيه. فاتكلمت معاه بقى، خدت كده جرعه نشاط وقلت له لا يعني انا مش هروح المشوار ده كله عشان اخد 10 جنيه، يعني انا بدفع مواصلات اغلى من الفلوس اللي انت بتديها لي. طبعا المواصلات والحاجات دي كلها كانت على حسابه هو، انا ما كنتش بدفع حاجه من جيبي. المهم بص، هو كان بخيل شويه، كان بخيل شويه، انا كنت بحس كده يعني، انا بالنسبه لي كنت بحسه بخيل شويه. بس المهم انه حصل بقى مشاكل وحوارات كده، فمش عايزه اتكلم فيها بصراحه. المهم ان انا سبت الشغل في المكان اللي انا كنت شغاله فيه ده. على فكره انا قعدت كتبت لكم وقعدت افتكر انا اشتغلت فين بالظبط، بس انا بجد مش فاكره، انا فعلا ذاكرتي ضعيفه جدا. المهم ده كده كان اول شغل اشتغلته، بس بصراحه هو كان بني ادم محترم، كان بني ادم كويس يعني. وكانت طبعا مراته بقى كل شويه تنط لي في المكتب، يعني جت حوالي 3 4 مرات كده. يعني عارفين اللي هو جو بقى انه جوزي عنده سكرتيره وانا غيرانه على جوزي، والجو ده انا كنت بحس كده بصراحه، انا كنت بحس منها كده ان هي غيرانه على جوزها وجايه بقى الطب فجاه تشوف هو ايه الدنيا ده كده اول شغل اشتغلته. فالمهم بصوا بقى، بعد كده بدات رحلتي في المكاتب الاونلاين. انا عايزه اقول لكم حاجه، انا كان استحاله اطلع اشتغل بره البلد اللي انا كنت عايشه فيها، يعني كل الشغل اللي انا اشتغلته كان جنب البيت بمعنى الكلمه، كان في الشارع اللي ورانا. عارفين انتوا المكاتب الاونلاين اللي هو مثلا بيكون حد عنده مكتب مثلا عنده تيشرتات اونلاين، عنده منتج بيبيعه اونلاين، فبيجيب بنات اللي اسمها موددي، انا بجد ما بعرفش اقول الكلمه دي، مودوديتور. انا بجد ما بعرفش اقول الكلمه دي، وحاولت ان انا اقراها كتير عشان اقولها في الفيديو، انا بجد برضو مش عارفه اقول الكلمه دي اسمها ايه. مونونيتور، اسمها مونونيتور، انا بجد مش عارفه اقولها، اتدربت عليها كتير امبارح وبرده مش عارفه اقولها. المهم فبدات بقى السوداليده واكله دي، فبدات بقى زي ما بقول لكم ان انا اشتغلت طبعا ان انا مسكت بيدج من البيت الاول، ان انا ارد على على الرسائل، ارد على الكومنتات. ويا جماعه لو كنت اتاخرت بس عدت بس دقيقه واحده من غير ما ارد على الكومنت، انت مخصوم لك، انت ما بترديش على الصفحه، انت بصوا لا. طب مثلا اللي هو لا تاكلي ولا تشربي ولا تدخلي الحمام ولا تقعدي انت بس انت تقدسي ان انت تقعدي ماسكه الموبايل كده. اي حد استحاله لو عدت 10 ثواني وانت ما كنتيش رديتي على الرساله يمسكوكي يقطعوكي كده، انت مخصوم لك، انت مش عارفه ايه، لا خلاص انت ده اخر شهر ليكي. بصوا يعني حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيعمل كده في بني ادم بجد. المهم فطبعا بقى اشتغلت بقى ان انا مسكت صفحه زي كده، بيبقى صفحه بقى يعني بيدج اونلاين، ان انا ارد على الرسائل وارد على الكومنتات. وبجد دي من اسوأ الحاجات يعني، بجد جابولي تروما الله يخرب بيتهم. فكان بجد الموضوع صعب قوي، مش عايزين تاخير، مش عايزين اي حاجه. بعد كده بدات بقى ان انا انزل المكاتب دي في بدل اونلاين من البيت. كنت مثلا اصحى الصبح افضل طول اليوم بقى ماسكه الموبايل عشان ارد على الرسائل، ابعت لهم العروض، الكلام ده كله. بس المهم نزلت بقى الشغل ده بس من المكتب نفسه. برضو المكتب كانوا اكنكم قاعدين في حضانه، لا هتقومي تخشي الحمام لازم مثلا، لا ما مش شويه كده، ممكن تكون ما فيش شغل عادي بس انت بقى لا هو كده وخلاص. المهم يا جماعه انا هحكي لكم بقى يعني عموما هو ده الشغل اللي انا اشتغلته. انا ما اشتغلتش في مجالات كتير، بس اشتغلت في اماكن كتير كلهم في نفس المجال، فاهمين قصدي؟ انا بقى احكي لكم على مكتب حصل ايه فيه، او ايه المواقف اللي حصلت فيه. انا برضو هفتكر عشوائي لان انا اكيد مش هبقى مرتبه، لان الكلام ده من 2018 او 2019 فانا مش فاكره.
بصوا يا جماعه، هو مثلا يعني انا بجد، عارفين انتوا لو مثلا اما يكون في بني ادم وربنا يكرمه يبقى معاه شويه فلوس، فيروح فاتح له مكان يشتغل فيه، ويجيب بقى البنات اللي هم طبعا ما بياخدوش اي بنات وخلاص، لا بياخدوا البنات اللي هم الصغيرين. عشان ايه؟ اللي هم بيدرسوا. عشان ايه؟ مثلا هيبقوا فرحانين بقى بال1200 جنيه. وده اعلى مرتب انا خدته في حياتي، اللي هو كان 1200 جنيه في الشهر، وكنت بشتغل من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 6. عبوديه 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 حرفيا. اللي هو مثلا بروح، انا كنت بشتغل ايه، كنت مثلا انا بيبقى معايا فواتير مكتوبه بالايد، فيها تفاصيل العميل وتفاصيل الاوردر. كنت بكلم العميل، طبعا دي بقى لوحدها قصه وحوار، عشان انت كنت بتقابلي فئات من جميع الطبقات، من جميع المدن، من جميع المحافظات. فبجد كان موضوع كارثه كارثه ان انت بقى تعرفي تتواصلي مع البني ادم اللي قدامك ده. ايوه يا فندم، حضرتك كذا كذا، طالب كذا كذا كذا، العنوان بتاعك في كذا كذا. كان ممكن اصلا يعني واحد مش طالب اصلا لك ماشي هستنى المندوب يلا سلام، وتروحي انت مثلا مأكده معاه، فيجي المندوب يطلع له. فطبعا انت بتكتبي اسمك ان انت اللي مأكده الاوردر ده، فيجي بعد كده يقول لك انت لا، المندوب اصلا العميل لاغي وانت اصلا طلعتيه. طب الاوردر ده مثلا مخصوم من مرتبك، الاوردر مثلا ثمنه كام؟ 300 400 جنيه، اللي هو اصلا انت مرتبك 1200 جنيه. وعقبال اصلا ما بتيجي تاخدي ال 1200 جنيه دول، انا عن نفسي كنت بكون مستلفاهم، يعني بكون مستلفاهم. هو اصلا ما بيعملوش حاجه يعني. المهم، في مره يا جماعه كنت في المكتب. بصوا، اوقات كتير بقى بيكون عندنا شغل، واوقات كتير الدنيا بتبقى نايمه. ففي مره ما كانش فيه شغل ولا اي حاجه، تمام. فالميه وقعت على الموبايل، عشان تشوفوا بس لما اقول لكم عبوديه تبقوا فاهمين بقول لكم ايه. الميه وقعت على الموبايل، انا كان معايا الايفون اللي هو القديم بتاعي، وقعت على الموبايل. رحت اللي هو المدير، كنت بقول له يا مستر كذا، قلت له يا مستر كذا، خلاص ما فيش حاجه، وباقي حرفيا قسما بالله باقي 10 دقايق والساعه مثلا تيجي 6 وننزل. انا هنزل معلش، الميه وقعت على موبايلي، كنت عايزه اروح البيت عشان احطه بقى في رز، اشوف حل، مش عايز يشحن. لا، اما الساعه تيجي 6 لسه باقي 10 دقايق، اقول له يا مستر بقول لك الميه وقعت على الموبايل، والله العظيم الموبايل هيبوظ. طب ده خلاص، ده باقي 10 دقايق، طب نزلني عشان الحق اروح يعني مثلا سنترال او اعمل اي حاجه. اما الساعه تيجي 6 لسه بدري، روحي اقعدي مكانك، واحنا مخلصين شغل مخلصين كل حاجه. فاللي هو بجد بجد يا جماعه كنت بتقهر والله العظيم، انه يعني سبحان المعز والمذل. سبحان ان ربنا بيدي فلوس لناس تعمل كده في ناس تانية، وفي ناس تانية بتبقى مثلا طيبة، ان هي يا جماعة في طبعا مديرين كتير كويسين جدا، وفي مديرين كتير ما بيصدقوا ان هم يدوسوا على البني ادم، يفعصوه كده. انا لما ابقى مديرة انا اقسم بالله ما هفعص حد، والله ما هفعص حد، بالعكس ده انا هشيلكوا على كفوف الراحة، احطلكوا كده فوق راسي وامشي بيكوا، تمام. ف بجد حاجات زي كده بقى. المهم، اصلا يا جماعه المرتب كان بجد 1200 جنيه، ما كانوش بيعملوا حاجه، قسما بالله قسما بالله يا جماعه. انا بصوا، انا كان بيجي عليا ايام ممكن مثلا انا كنت باخد اكل مثلا فطار وانا من البيت وانا رايحه الشغل، تمام. كنت ببقى جعانه هموت من الجوع، ومش معايا فلوس ان انا مثلا اجي اطلب مثلا ساندوتش بطاطس سوري. كنا مثلا بنجيب بطاطس سوري، كشري، مش عارفه ايه، حاجات زي كده يعني في الشغل يعني. مش معايا فلوس، كنت اقعد مثلا اقوم اعمل كوبايه شاي تسد جوعي لحد ما اروح البيت، والله العظيم. بص انا فكره مش بتكسف خالص ان انا اتكلم في حاجات زي كده، او لا بالعكس، انا بحب افتكر الايام دي، وبحب اشوف ان انا قد ايه مثلا كنت في معاناه، او ان انا كنت بتعب وكده، ودلوقتي الحمد لله ربنا كرمني معايا فلوس اجيب كل حاجه. يعني تخيلوا يا جماعه مثلا ان والله العظيم والله العظيم انا مش عايزه اقعد احلف كتير عشان في ناس بتتضايق من الحلفان الكتير، ان انا كان بيجي عليا اوقات اللي هو انا ولا معايا الشامبو بتاعي مثلا خلص مش عارفه اجيب. مثلا كان بيجي عليا وقت ممكن المنظر ده وابشع منه يفضل في ايدي كده بالشهر، عشان انا مش معايا مثلا 20 جنيه اروح اشتري مزيل ميك اب. تخيلوا كنت بعمل ايه، تخيلوا. عشان بس تشوفوا يعني عشان بس انا عاوزه الناس تفهم حاجه، ان البني ادم لما بينجح ويوصل لحاجه كبيره هو ما بيبقاش نط من هنا لهنا، لا هو بيبقى عدى بحاجات كتير 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 كتير، في الاخر الحمد لله وصل ان هو بقى قادر يجيب كل حاجه، وحاجات كمان بتجيله ببلاش. كنت بدخل المطبخ واجيب سلكه المواعين قسما بالله وابرمها كده، تمام. يا جماعه المفروض اصلا حاجات زي كده بجد ما اقولهاش، واقعد
احك 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 في ضوافري عشان البتاع ده يطلع، عشان انا ما عنديش مزيل ميك اب ومش مزيل مانيكير ومعيش فلوس اجيبه والله العظيم. طب هتقولي مثلا طب انت ليه ما كنتش بتاخدي من اهلك، او ليه ما كنت. بصوا يا جماعه، يعني انتوا اكيد بنات زيي فهتفهموني. اوقات كتير انا ما كنتش بحب اطلب، لاني مثلا كنت شايفه الوضع عامل ازاي، او انه محدش هيقدر يساعدني، محدش هيقدر يديني فلوس. فانا بالنسبه لهم لما اروح اقول مثلا اصل انا عايزه اجيب مزيل مانيكير، اصل انا عايزه اجيب مزيل ميك اب، اصل انا محتاجه شامبو، دي كلها حاجات عبيطه، حاجات تافهه، حاجات يعني يعني انا ما اعرفش. انا كانوا اهلي مثلا بيشوفوا ان الحاجات دي ايه اللي انت عايزاه ده، وحاجات تافهه، واحنا في ايه ولا في ايه، وانه زي ما قلت لكم انه بابايا كان محتاج مصاريف وعلاج كتير وكده. فانا ما كنتش بحب اطلب، لان انا عارفه ايه اللي هيتقال لي ايه اللي هيتقال لي، فانا ما كنتش بطلب، فكنت بصرف نفسي، يعني بصرف نفسي. المهم فكنت بجد كانوا بيعملوا حاجات صعبه قوي في الشغل يعني. تمام. برضو مرة تاني اشتغلت ده كان شغل بقى من البيت. المفروض ان ده شغل من البيت، انه انا مثلا انا هشتغل ايه، هتابع المناديب. يعني مثلا في اوردرات طالعه، او هتابع المناديب، متابعه لشركه الشحن. ان انا مثلا مع شركه الشحن العميل مش بيرد، انا معايا شيت كده فيه كل اللي طالع النهارده، فانا هقعد اتواصل مع العميل لحد ما يرد، واكد عليه ان المندوب جاي وكده. كان كل يوم الصبح او من بالليل الشيت ده بيبعت لي اللي طالع المحافظات بتاعته ايه بكره. تمام. فالمكتب كان بعيد قوي عن البيت، كان بعيد شويه، يعني كنت محتاجه ان انا اركب توك توك عشان ايه اخد البتاع ده. فهم بقى مش يسيبوني في حالي، مش انتوا بتبعتوا لي الشيت انا بقى هتابع من الموبايل اللي هو PDF، اروح اطبعه وانتوا مالكوش دعوه بقى انتوا. لا، لازم تروحي تاخدي الشيت من المكتب. المكتب بعيد، انا مش كل وتوديه تقريبا، أو لا كنت بقفله في الموبايل مع المدير ده. كنت لازم اركب توك توك واروح اجيب الشيت وارجع بتوك توك تاني. واصلا يعني ليه؟ طب ما انا ممكن اطبعه من اي حته، اتابع من الموبايل، المهم ان الشغل يمشي. تحكمات كده فاضيه، تحكمات هبله، تحكمات ناس مرضى نفسيين، انتوا متفهميش هما بيكونوا عايزين ايه من البنات. المهم ففي مره رحت، المفروض ان الشغل بيبدا الساعه 9، في مره رحت اجيب الشيت كانت الساعه 2 الظهر. شافني، هما بيبقوا كذا مدير بقى وكده يعني، كلهم اصلا شويه فلاحين في بعض. شافني بقى الساعه 2، انه ازاي بقى انت جايه تاخدي الشغل بادئ من 9 وانت لسه جايه تاخدي الشيت الساعه 2؟ تاني يوم على طول كلموني وقالوا لي انه خلاص هما غالبا هيقفلوا كانت حاجه اونلاين يعني، هيقفلوها وكده، وانه خلاص مش هتشتغلي تاني وكده. ودي بجد كانت اكتر حاجه انا بكرهها، ودي اكتر حاجه بجد صعبه البني ادم ممكن يعملها، ان انت تكلم حد وتقول له خلاص اخر يوم ليكي النهارده. طب على الاقل تديله فرصه، مثلا خلاص انه اخر الاسبوع، مثلا اخر الشهر هتمشي. دي بتبقى حاجه صعبه. ممكن يكون حد داخل جمعيه، حد عليه التزامات، حد مثلا طالب حاجه ومستنيها تجيله عشان يدفع من مرتب، حد سالف يعني بجد دي حاجه صعبه قوي ان انت تمشي حد من الشغل فجاه كده. تمام. ايه تاني؟ انا بحاول افتكر لكم كل المواقف اللي حصلت يعني في الشغل. المهم انا اصلا يا جماعه من الناس اللي ما كنتش يعني، بصوا انا مش عارفه المشكله فيها ولا فيهم، بس يعني اظن من اللي انا بحكيه انتوا اكيد عرفتوا المشكله في مين. انا زي ما بيقولوا كده ما كنتش بعمر في شغلانه. انا كنت مثلا ممكن اشتغل شهر شهرين واقعد قدامهم 6 شهور. انا اشتغلت حاجات تانية بس انا بجد مش فاكره. بس عموما كل الشغل اللي انا اشتغلته حصل لي بقى فيه نفس المواقف اللي انا قلتها لكم دي. يعني في كمان حاجه بقى، مثلا ان انا كنت بشتغل في مكتب مثلا، انا القسم بتاعي ان انا باكد على العميل. طب انا مثلا ما عنديش شغل، لا انت قومي بقى تشقلبي لي كده في المكان، اعملي لي اي حاجه، ما تقعديليش كده. طب انا ما عنديش شغل، لا مش مشكلتي، انت هتقعدي لي كده؟ قومي بقى خشي ادخلي المخزن، ادخلي امسكي صفحه، ما تقعديليش كده. المهم ان انت تشتغلي، اللي لازم تعملي باللي انت هتاخديه اخر الشهر. يعني اسلوب يعني انا بجد انا هسيب لكم انتوا تحكموا بقى وتشوفوا انا عانيت قد ايه. تمام. ايه تاني؟ انا بحاول افتكر لكم يا جماعه، انا حاسه ان انا في شغل تاني ناسياه. المهم كده اخر حاجتين بقى فاكراهم قوي، لان دول كانوا قبل الجواز على طول، فانا فاكره قوي الشغلانتين دول. اقول لكم ايه هم. المهم يا جماعه ان الشغل بقى ده سبته انا فجاه، سبته بعد ما خلصت الشهر، سبته وما روحتش تاني، لانه فعلا كان مواقف كتير بقى بجد انا اصلا مش فاكراها ومش عايزه افتكرها. المهم بعد كده كان برضو كل ده كان زي ما بقول لكم مكاتب حوالين البيت بتاعي.
كان في مكتب، ده كان هيكون مكتب ايه بقى، هقول لكم. ده الشغل ده كان جنب بيت اختي على طول، في الشارع جنبنا برضو. كان مكتب، هيبقى مكتب مقاولات حاجه زي كده برضو. المهم رحت، سمعت ان هما محتاجين بنت، وكان لسه المكتب يا دوبك كانوا لسه بيشطبوا فيه، وانا بصراحه كنت عايزه شغل قوي قوي. فكان بالليل، فانا رحت ولقيت ان هو صاحب البيت وصاحب المكان كان موجود هناك، اسمه الحاج كذا. فقلت له، هو طلع ان هو كان عارف بابا، وعشان هو برضو ايه يعني ليه في الشغل اللي كان بابا بيشتغل فيه وكده، كان عارف بابا وعارف اخويا وكده. قلت له انا كذا كذا، وبيت عمي اللي جنبك ده، وانا سمعت ان انتوا محتاجين بنت هنا سكرتيره، فانا عارفه ان انتوا لسه ما بداتوش، بس انا فجايه اقول لك يعني ان انا لو اسيب رقمي وكده، بحيث ان انتوا لو تمام تكلموني. فبرضو الراجل ده كان كويس جدا في الاول، والدنيا تمام وكده. زي ما بقول لكم ان هو اصلا هي كانت هتبقى شركه، انا مش عارفه هو كان هيعملها ايه بصراحه. جهزها وجاب المكاتب وجاب كل حاجه وكده، فانا كان ليا مكتب بره، انا برضو كنت سكرتيره مثلا. بص هو بصراحه ده يعني كان اعلى، ده كان، لا مش اعلى مرتب، ده كان اعلى مرتب انا خدته، بس عشان انا بجد بنسى. كان المرتب 2000 جنيه، 2000 جنيه او 3000 جنيه، والله ما فاكره كانوا كام بالظبط، بس فعلا ده كان اعلى مرتب انا خدته في حياتي. واشتغلت هو شهر واحد بس، شهر ونص، وبعد كده مشاني. هقول لكم ليه. اول حاجه هو كان عاوز يعلمني شغل صعب، محتاج حسابات وشغل صعب يعني، شغل اعتقد ما فيش بنت ممكن تشتغله اصلا. المهم اشتغلت، وكنت بروح المكتب، ومعظم الوقت اصلا ما كانش في حد، انا كنت بروح افتح المكتب وافضل قاعده اقعد بقى. كان في بقى نت ومش عارفه ايه، بصراحه كان اروق شغل انا اشتغلته في حياتي. ومكتب كان نضيف وكان كبير وكان فيه تكييفات طبعا دي دليده بتخبط عليه. كان شغل بجد، كان تحفه. اتمنيت ان انا استمر فيه بصراحه، بس عشان خاطر المرتب كان خطير. المهم يا جماعه، ايه بقى كانت مشكلتي مع الراجل ده؟ مشكلتي معاه ان هو كان يعني، بصوا هقول لكم، كان راجل فظيع. يعني ايه راجل فظيع؟ يعني عايزني طول، يعني حتى لما بروح مفيش بقى رحمه، لا مثلا كان بيخليني حاجات اكتبها عندي ومش عارفه ايه وكده. كان كل شويه يكلمني، ايوه يا استاذه افتحي لي كده معرفش مين 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 مين. اقول له حاضر استنى هجيب الكشكول، اروح اتنيل على عيني اجيب الكشكول وافتح، ايوه كذا 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 كذا، واقعد امليه. نقفل بعديها بشويه، ايوه يا استاذه، ايوه يا حاج، كذا كذا كذا. كان صعب طول الوقت شغل. طب انا خلاص روحت، خلاص روحت، فكك بقى ما تتصلش بيا يا عم، بقى باجيلك تاني يوم بقى اسالني مين ومش مين. تمام. يوم مثلا كنت باخد اجازتي الجمعه، قال لي لا انا يوم الجمعه مش عارفه ايه، وانا باجي المكتب والكلام ده كله، خدي اجازتك التلات. قلت له ماشي. بقيت اخد اجازتي التلات. جيت يوم التلات ده كنت خارجه، كلمني وانا في المعديه، ايوه يا استاذه افتحي لي كده. قلت له بقول لك ايه يا حاج كذا، انا بره وكشكول في البيت، لما بروح بقى بكلمك. وخلاص بقى بصوا، انا بحكي لكم ده اللي هو حاجات طياري، انما هي المواضيع اعمق من كده بكتير. المهم مشاني ليه بقى، هقول لكم. بصوا اول حاجه انا كنت مسؤول، المكان كان كبير جدا، المكان كان ريسبشن طويل بجد، المكان كان كارثه، كانت فعلا تنفع شركه، كان كبير قوي بس هو كان دور واحد. ريسبشن طويل 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 طويل، وانا المكتب بتاعي في الاخر، وبعد كده في اوضه تانية، وبعد كده في طرقه كبيره جدا جدا، وفي مطبخ وفي حمامين، وانا برضو كنت مسؤوله عن المكان كله. هو اصلا المكان ما كانش فيه حد، ما كانش حد بيشتغل غيري، وهو كان بيجي مثلا بيقابل ناس، بيقعد يكتب حاجات زي كده. فما كانش يعني، هو قال لي اجيب لك مثلا واحده تساعدك ومش عارفه ايه، ولو مثلا تبقى مسؤوله عن النظافه على الحاجات دي، بس كان هيقلل لي المرتب، وانا بصراحه كنت عايزه المرتب كله. فقلت له ايه، لا يعني كده كده المكان اصلا بيبقى نظيف ومكان جديد، يعني ما كملش شهر لسه متشطب. فقلت له لا مش محتاجه حد دلوقتي، انا ايه لما احتاج او اتعب هبقى اقول لك، لانه كده كده ايه مفيش ضغط، مفيش حاجه، مفيش شغل اصلا. باخد 2000 جنيه ولا لا كانوا 2000 ونص، والله العظيم مش فاكره يا جماعه كان كام، هما يا 2000 يا 3. فده كان بالنسبه لي 2000 جنيه يا لهوي يعني، وما بشتغلش، فده كان بالنسبه لي واو يعني، كان نفسي افضل في الشغل ده لحد ما اموت. المهم حصلت برضو حاجات مش عايزه برضو ان انا اتكلم فيها. ف كلمني بقى بعد كده، حسيت ان هو قلب بقى متغير او كده. فكلمني يوم الثلاث ودي اجازتي، بيقول لي ايه يا استاذه انت ما جيتيش المكتب ليه؟ قلت له هو انت مش قلت لي ان انا اجازتي الثلاث؟ قال لي يعني مش هتيجي؟ قلت له لا مش هاجي، ما انا اجازتي التلات. راح قال لي تمام ماشي.
طب على العموم احنا جبنا سكرتيره تانية، تعالي خدي بقى حسابك. والله العظيم يا جماعه رحت قلت له خلاص، انا اصلا كان قلبي حاسس ان هو هيغدر بيا وهيمشيني. رحت قلت له طب خلاص ماشي تمام انا جايه. طبعا بصراحه كنت خايفه قوي، ما رضيتش اروح لوحدي، خدت بنت خالي معايا ورحنا. طبعا المكان كان فيه كاميرات بقى وكده، وقعدتها هي بره ودخلت له. طبعا كان بيديني بقى زي عارفين اللي هي اسمها ايه، اللي هو بيديني فلوس اصرف منها المكان يحتاج حاجه، فانا ببقى كاتبه بقى كل حاجه جبتها اللي هي ليها اسم بس مش فاكره اسمه دلوقتي. قلت له طب ماشي، وانا هصرف لي المكتب كذا كذا، ودي باقي الفلوس. كان بيديني زي وديعه كده خليها معايا او حاجه زي كده، ودي باقي الفلوس وانا حسابي كذا كذا بس. راح قال لي تمام، وخد مني الورقه وشافها واداني باقي حسابي ومشيت وبس، خلاص على كده. المهم جت بقى اخر بقى شغل اشتغلته اللي هو كان قبل الجواز على طول. كنت انا بقى مخطوبه، وبرده صاحب الشغل ده هو برده اللي مشاني. تمام. المهم ده كان شخص معانا في شغل قديم، فكان ايه بيقعد يقول لي انا عايزه افتح مكتب ومش عارفه ايه، وهبقى اجيبكم تشتغلوا عندي. وكان شخص كويس قوي والله، هو اصلا يعني اصغر مني، يعني شاب يعني اصغر مني بكتير، اصغر مني يمكن ب3 4 سنين. وفتح مكتب فين بقى؟ في المكان اللي انا كنت شغاله فيه بتاع الراجل اللي انا حكيت لكم عليه، اللي هو الراجل اللي فات ده. والراجل ده بقى اصلا قفل الشركه دي وما بقاش خلاص، من بعد انا ما مشيت زي ما تقول جالها لعنه، ما شغلهاش ولا جاب شركه ولا جاب اي حاجه، قفلت خالص بقى يأجرها لناس تانية. خد بقى هو في الدور اللي فوق مكتب وفتحه، فكنت بشتغل انا وكذا بنت من معايا في الشغل القديم، وكانت الدنيا تمام. وكان برضو بني ادم كويس وكان غلبان عشان زي ما بقول لكم جمله، ان لما البني ادم ربنا يكرمه ويمسك له شويه فلوس يفتح بيهم مكتب، فبيبدا ان هو ايه يكبر بقى على الناس او يشوف نفسه على الناس او كده. شكلي عيان قوي وانا مش حاطه مسكره. المهم بعد كده بقى بدا ان هو برضو يعمل بقى فيها مدير، ويعمل فيها صاحب مكان، ويزعق ويخلينا نكلم. يعني عايزه اقول لكم مثلا اما كنت مثلا انا تاكيدات يبقى مثلا معايا فواتير قد كده، كل دي عملاء رافضه يرموها، استحاله ان شاء الله لو عدى عليها 10 سنين وقت ما فيش شغل والدنيا نايمه وما فيش اعلانات شغاله، يجيب لك الفواتير دي له خدي كلمي العميل ده اكدي معاه. ممكن يكون عميل اصلا كان طالب مثلا من 2007 والفاتوره بتاعته لسه موجوده، الحق اكد معاه ايه ده طالب من 2007 حضرتك، ده تلقيمات. لا شوفي بس يمكن يرد عليك ويأكد معاكي الاوردر. ده تلقيه تخن 20 كيلو، لا خس 20 كيلو، لا اكدي معاه برضه. كانت حاجه صعبه، كانت حاجه صعبه صعبه صعبه. المهم يا جماعه انا بجد قسما بالله مش فاكره ايه الموقف اللي حصل خلاه يقول لي خدي حسابك وامشي، بس يمكن مش عارفه، يعني مش عارفه انه. المهم انا اصلا في الفتره دي كان قبل موت بابا على طول، وكان خلاص بقى على فرحي اقل من شهر ونص، ومشاني. هو كان عارف كده وعارف ان انا عندي التزامات ومشاني برضو. المهم جه بقى بعديها بفتره بيقول لي انا عايزك ترجعي الشغل تاني، كلمني بعت لي رساله بيقول لي انا محتاجك في الشغل ومش عارفه ايه وكده. قلت له رحت عملت له بلوك. انت فاكرني ايه بال 1200 جنيه اللي انت بتديهم لي دول؟ برضه كنت رجعت تاني ل 1200 جنيه اللي ماشيه ورايا. المهم يا جماعه بس دي كده كل الشغلات اللي اشتغلتها. اظن ان انتوا ليه عرفتوا انا ليه بني ادمه بكره اشتغل، بكره اشتغل تحت ايد حد، بكره اشتغل عند حد، بكره هنزل من البيت. طبعا كنت بقى بنزل في البيت بقى في الحر وفي عز التلج، والمكاتب دي كانت بتبقى فاضيه، فكانت بتبقى حر موت، كانت بتبقى تلج جدا. فشفتوا المعامله، عشان كده انا بكره اشتغل. يعني يمكن لو كنت مثلا اشتغلت في مكان كويس، مكان بيقدرني، مكان بيديني مرتب حلو، عمري ما كنت هكره اشتغل، بالعكس كنت هحب الشغل. انا عارفه ان في بنات كتير جدا بتحب الشغل، بس اكيد هم لاقيين مرتب يستاهل ان هم ينزلوا من البيت علشانه، لاقيين معامله كويسه، لاقيين تقدير، فاكيد انتوا بتحبوا الشغل عشان كده. لكن انا كل الشغل اللي اشتغلته كان قرف زي كده، فطبيعي ان انا هكره الشغل. يعني فهمتوا؟ بس هو ده السبب اللي مخليني حرفيا عندي تروما ان انا انزل اشتغل عند حد، او ان انا ما صدقت. انا كنت كل يوم اصلي وادعي يا رب يا رب والنبي يا رب قرب البعيد كده واتجوز واخلص وارتاح من القرف اللي انا فيه ده بسبب الشغل. انا كان صعب قوي ان انا اطلع اشتغل بره البلد اللي انا فيها. اخواتي ما كانوش هيرضوا، بابا ما كانش هيرضى ان انا بقى اركب مواصلات كل شويه واروح واتاخر وما الاقيش مواصلات والدنيا تمطر والجو يبقى حق. يعني كان صعب ان انا اطلع اشتغل بره. فكنت بدور على الشغل اللي هو حوالين البيت قريب، عشان انا برضو كنت يعني بكون حاسه بالامان اكتر، وكنت بشتغل بس.
يعني اعتقد زي ما بقول لكم ان انا لو كنت لقيت تقدير ومكان حلو وشغل كويس ومرتب كويس كنت هحب الشغل وكنت ابقى عايزه اشتغل. لكن انا خلاص اتعقدت من الشغل، جات لي تروما من الشغل، بكره اي حد مدير في الدنيا ما عدا حمايه، بحبه قوي. لان اكيد حمايه مش بيعمل زي ما الناس دي بتعمل وبس. فزي ما بقول لكم جت عليا ايام كتير صعبه، ايام كتير كنت ببقى جعانه ومش معايا فلوس اجيب اكل وانا في الشغل، كان حاجتي بتخلص مش عارفه اشتري غيرها. دلوقتي انا الحمد لله ربنا كرمني معايا فلوس، بطلب اكل في اي وقت، بتجيلي منتجات ببلاش. فالحمد لله الحمد لله ربنا اكرمني، وانا مبسوطه قوي ان انا حكيت لكم وعرفتكم انا ليه بكره اشتغل، وعرفتكم انا عانيت قد ايه في الشغل عشان كده انا كرهته. وبرضو انتوا شايفين دلوقتي الحمد لله ان انا ربنا كرمني وبقدر ان انا اشتري اي حاجه نفسي فيها، بتجيلي حاجات ببلاش من غير ما ادفع فيها فلوس. بس يعني طبعا انا عاوزاكم برضو تستفادوا ان انتوا لو بنات صغيره وبتشتغلوا وبتتعرضوا لحاجات زي كده، فوالله العظيم قعدتكم في البيت اهون مليون مره من ان انتوا تنزلوا تتبهدلوا وتتمرمطوا وتتهانوا او تتذللوا لحد وتاخدوا اصلا في الاخر ملاليم ما بتعملكوش اي حاجه. اكتبوا لي عايزين الحلقه الجايه عن ايه، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.